كنت لسه بتكلم اصلا مع بابا وماما على موضوع الالوان، وان انا عرفت الشخصيات بقى وكل لون بيعبر عن ايه. وقعدت اقول لهم انا اول ما عرفت اصلا قعدت احلل شخصيات وانا قاعده. ولما قلت لهم كل لون بيعبر عن ايه وانا شايفه ان هما لونين كذا وكذا، عشان وقلت لهم اسبابي يعني وكده، فحسوا احنا كده فعلا. وعجبهم قوي الموضوع. آم، الحاجات اللي انا اتعلمتها او اللي شدتني بصراحة في السيشن دي، اول حاجة ان انا مهتمة قوي ان انا آه، اعرف الشخصيات اللي حواليا. يعني حتى من تجاربي في حياتي عموما، مفيش حد بيعدي عليا غير وانا متعلمة منه حاجة او عارفة منه حاجة جديدة، اقدر ان انا القطها مثلا في حد تاني لما اقابله. فانا كنت من الاول مهتمة قوي ان انا اعرف شخصيات اللي قدامي عشان اعرف اعملهم. فمبدئيا كده الالوان دي سهلت كتير جدا جدا جدا، بقت عامله زي مرجع كده مثلا اقدر انا ارجع له وافسره بسهوله. بلس ان انا طبعا ده هيفيدني في الشغل. حكايه الدكاتره وان انا اعرفهم حتى من شكلهم، من شكل العياده، من شكل من اول كلمتين مثلا، او اسال سؤال معين فاعرف من طريقه رده ده شخصيه ايه. فدي حاجه انا منبهره بيها جدا الصراحه. و... وانا قاعده اصلا في السيشن يعني افتكرت كده كام دكتور كان علم معايا، وحسيت فعلا ده اخضر وازرق، لا ده احمر، احمر واخضر، لا ده مش عارف ايه. فحسيت فحسيت ان انا يعني لا الموضوع هيكون سهل. وان شاء الله مع بكره يعني هكون قدرت اطبقه.